عمرها ما اتأثّرت بالمشاعر، وده اللي خلّاها أعظم كاهنة في الكنيسة، وفي نفس الوقت عند مومو بتقدر إنها تدخل القصر القديم، وهناك بتكتشف ممر سري تحت الأرض، فبتنزل عشان تستكشفه، ووقتها بتحس بحركة غريبة في الممر، وبتتصدم لمّا بتلاقي الأميرة قدامها للمرة التانية، وحتى الأميرة بتتفاجأ بوجود مومو، وبتسألها عن سبب وجودها هنا، وطبعًا مومو بترفض إنها تقول لها السبب، وكل اللي بتقوله إنها في مهمة سرية. أما شونا فبتقول لها أنا باستكشف القصر عشان أعرف إيه المدى اللي وصل له فساد الملوك وكانوا بيعملوا إيه، وبتقرر أشونا إنها تستفز مومو وعشان كده بتشدها من شعرها، والحركة دي بتعصب مومو جدا لدرجة إنها بتهددها إنها لو فكرت تعملها مرة تانية هتقضي عليها. فبتعرف أشونا إن شرايط الشعر دي غالية جدا على مومو، وفي نفس الوقت اللي بتكون بتفتكر فيه أول ذكرى ليها مع مينو اللي بتربط لها شعرها بالشرايط دي، وبتقول لها إن شكلها جميل بيهم. وأثناء ما كانوا الاتنين بيفتشوا في الممرات السرية بيكتشفوا أوضة سحرية محرمة في السرداب. يا ترى إيه هي الأوضة السرية ومين المسؤول عن اختطاف البنات؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة التانية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ويلا سلام.